السلام عليكم، مرحبا بكم معنا اليوم في فيديو جديد في قناة شيوات لطيفة وبناتها. نتمنى تكونوا كتشاهدوا معنا هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم جيناكم بالشباكيه كما كتعرفوا بان رمضان ما بقى والو، يعني بقينا كنوجدوا في معسلات في الشباكيه، داكشي ديال رمضان. نتمنى يدخل علينا وحنا في كامل الصحه يا رب ان شاء الله. في هذا الفيديو غادي نشاركوا معكم ان شاء الله جميع الاسرار ديال الشباكيه، كيفاش كتجي مجعبه، كيفاش كتجي معلكه، يعني جميع الطرق ديالها وجميع الاسرار ديالها. نتمنى تشاهدوا معايا الفيديو الى الاخير، ويلا ندوزوا معايا للمقادير وطريقه التحضير. هنا عندي كيلو ديال الطحين، طحين ممتاز الجيد، دقيق ابيض. عندي هنايا قبصه الملح، الراس ديال المعلقه ديال الخميره ديال الخبز كما كتشوفوا معايا، غير الراس، معلقه كبيره ديال النافع ومعلقه كبيره ديال حبات حلاوه عندي مخلطين تماك. عندي اصفر بيضه، وعندي ملعقه كبيره مقبه ديال القرفه، وعندي هنايا خماره غادي ندير 7 غرام خماره كيماويه ديال الحلويات. عندي هنايا كاس ديال العنبه ديال الزنجلال من بعد ما طحنته مزيان وعلقته. وهنايا عاوتاني عندي كاس ديال اللوز من بعد ما طحنته مزيان وعلقته. هادشي هذا غير حمصته شويه في الفران ومن بعد طحنته، ما خصناش نحمروه بزاف كما كتعرفوا بان الشباكيه من بعد غادي نقليوها، يعني من الاحسن نحمروه غير شويه غير ياخذ ديك الكولور وصافي. عندي هنايا كاس كبير ديال مزهر، خلط معاه الزعفران شعره باش يعطينا ديك الكولور. ما كانش زعفران شعره بامكان تعويضه بملون غذائي، ندير واحد القليل ديال زعفران ملون غذائي. عندي هنايا بعبر ديال كاس ديال العنبه، عندي كاس مع مرش ديال الزيت، عندي هنايا كاس مع مرش ديال الزبده نوازيت. من بعد ما شديت الزبده تكون من احسن نوع جيد، غليتها مزيان حتى عطاتني هاد الكولور. عندي نص كاس ديال الخل، والخل ضروري في هاد الشباكيه هادي. صافي هادو هما المقادير اللي عندي كما كتشوفوا معايا. اول حاجه اللي غادي ندير، غادي نضيفوا جميع النواشف اللي عندنا. عندي هنايا ديك كاس الزنجلال اللي قلت لكم، كاس ديال اللوز بعد ما طحنته مزيان. ومن الاحسن ملي تجيو طحنوا اللوز طحنوه يعني طحين، يعني ما تبقاش فيه حبيبات، برك الا بقانا فيه حبيبات غادي يقطعنا الشباكيه من بعد ملي غادي نطلقوها بالمطلق ولا غادي نديروها في الماكينه ديال الطلاق. يعني من الاحسن يتطحن داكشي يتعلق مزيان. درت معكم ديك القرفات، ديك قبصه ملح اللي ذكرت معكم، شويه ديال الخميره، ملعقه صغيره ديال الخميره د الحلوى اللي قلت لكم 7 غرام. صافي غادي نخلطوا هادشي هذا مزيان. هادشي هذا كيبغي شويه الخطر، يعني ندخلوا ديك المكونات مزيان مع البعض. بالنسبه للناس اللي كتعمل كميه اكثر كما كتعرفوا، يعني نضاعفوا المقادير اللي درت انا، نضاعفوهم على 2. صافي هادشي اللي كاينه. كنبقاو نمعكو الشباكيه ديالنا مزيان حتى كتدخل جميع العناصر مع بعضياتها. عاد كنزيدو السوائل اللي معنا. بعد ما معك داكشي مزيان كنزيدو ديك السوائل اللي معنا، كاس ديال الزبده، كاس ديال الزيت، نصف كاس ديال الخل. والخل ضروري في الشباكيه كما كتعرفوا، حيت هو اللي كيخليها تجينا مجعبه، هيداك هو اللي كيعطيها ديك الهشه، يعني ضروري في الشباكيه كما كتعرفوا. صافي كنخلطوا هذيك السوائل مع بعضياتها مزيان، كنمعكوها مزيان بحال الاول كما كنا كنمعكو ديك النواشف مع بعضياتها. كما كتعرفوا على الشباكيه بانها خصنا من الاول نطلعوها قاصحه، حيت السر ديال الشباكيه باش كتجي معلكه وكتجي مجعبه هيداك ضروري نطلعوها قاصحه، حيت الا طلعنا شباكيه خفيفه من بعد ملي غادي توجد معنا غادي تجيكم قاصحه. يعني السر ديالها ضروري تكون طلعوها قاصحه من الاول. وبالنسبه للماء ما ذكرتش معكم الماء يعني حنا ماشيين وحنا كنزيدو بالماء حتى الاخير ونقول لكم شحال داز معايا د الماء. صافي كنبقى ماشي بالدلك ديالها، كنزيدو ديك مزهر مع ديك زعفران شعره شويه بشويه وانا ماشيه وانا كندلق. كما كتشوفوا كنزيد شويه بشويه حتى كنسالي هذاك المزهر اللي عندي وكنمعكها مزيان. كما كتشوف يعني دابا راها قاصحه وماشيه معاها، يعني انا ماشيه وانا كندلكه وكنزيد شويه الماء، كل مره كنزيد شويه ديال الماء. كما كتعرفوا الشباكيه ملي كتكون قاصحه كتبغي الخدمه. انا ماشي وانا كنزيد الماء. بالنسبه للماء خدات معايا كاس ديال العنبه ديال الماء،
وكاينه ناس تقدر تاخذ معاهم اكثر او لا اقل، يعني كاينه الطحين اللي كيشرب وكاينه الطحين اللي ما كيشربش. انا هنايا كيلو ديال الطحين خدات لي كاس ديال العنبه ديال الماء. كنبقى كندلكها مزيان حتى كتعطيني هاد القوام هذا اللي كتشوفوا معايا، يعني كتجي قاصحه، ضروري كنأكد عليها، يعني ما تجينا قاصحه، كتجي على هاد القوام كما كتشوفوا معايا. صافي هنا غادي نخليها ترتاح واحد ربع ساعه، غادي نغطيها بواحد بلاستيك غذائي وغادي نخليها ترتاح ونرجع. صافي من بعد ما ارتاحت لنا ديك 10 دقائق حتى 15 دقيقه كما كتشوفوا معايا طلقات راسها شويه. صافي كنقطع الى قطع صغيره، ومن بعد كنحاول نعملها على شكل مربع باش كتساعدني على الخدمه. كنجبر واحد القطعه كندير لها واحد الشكل، غير كندلكها شويه وكنطلقها بالمطلق كما كتشوفوا معايا مزيان. كنحاول هنايا نطلقها معكم وندير على شكل مربعات. هاد العمليه هذه كتسهلنا باننا ما نضيعوش العجينه بزاف، وكتعطينا واحد النتيجه اللي كتجي مورقه وكتعطي نتيجه احسن. كما كتشوفوا معايا هنايا غادي ندير على شكل مربعات، كنطويها بحال شي رغيفه، كنطويها من الجناب ومن هنا حتى كتعطينا هاد الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا، كتجي معوطه، يعني ما غاديش تعذبنا في الخدمه ملي كنديروا لها هاد الطريقه هذه. صافي كنديرها جانبا وكنكمل معكم باقي القطع اللي عندي هنايا. وضروري ملي نديروهم على شكل مربع نديرهم في واحد البلاستيك غذائي اللي كيساعدها بانها تزيد تتلق. صافي كندير معكم وحده اخرى كما كتشوفوا بنفس الطريقه، كندير على شكل مربع حتى كنكمل جميع العجين اللي عندي. يعني واخا كتكون عندنا العجينه قاصحه من بعد ما كنديروا هاد الطريقه هذه وكنخليوها ضروري في بلاستيك غذائي بركي ما خصهاش يدخل لها الهواء، الا دخل لها الهواء غادي تقصح لنا العجينه. ها نتوما كتشوفوا من بعد خليتها ترتاح واحد ربع ساعه، كترجع رطبه هشيشه. نتوما كتشوفوا معايا كيفاش كيرجع القوام. صافي هنايا غادي نبداو نطلقوها ونشبكوا الشباكيه ديالنا. كناخذ واحد القطعه وكنقسمها على جوج، كنطلقها معكم وكنقسمها الى قطعتين. هاد العجينه هذه هاد القطعه كنقسمها على جوج، كندير واحد جوج مستطيلات غير باش تسهل عليا الامر باش نديرها في الماكينه. بالنسبه للناس اللي ما عندهاش الماكينه، كما كتعرفوا الماكينه راه غير كتسهل العمليه ديال الطلق، يعني بالمطلق نطلقوها يعني حتى كترجع رقيقه. ومن الاحسن الشباكيه العجينه ديالنا تكون رقيقه، كما كتعرفوا الشباكيه كل ما كانت رقيقه كل ما جات مجعبه ومعسله احسن. صافي كنستمر معكم هنا من بعد ما درتها في الماكينه كنطلقها بالمطلق مزيان، نعاودها مره اخرى في الماكينه كما كتشوفوا كتجي رقيقه. بالنسبه للناس اللي عندهم الماكينه هنا درتها على 3، كنطلق واحد الكميه ومن بعد كنغطيها بواحد البلاستيك باش ما تشرقش لينا، يعني باش ما يدخلش الهواء. هذا هو القوام اللي خصها تجي فيه. كيكون عندي واحد الكرتونه كما كتشوفوا غير باش ندي القياس باش يجيوني الشباكيات يعني كاملين قد بعضياتكم، يعني اي قطعه عندكم بامكانكم تستعملوها. صافي كندير ديك القطع وكنقطعهم، يعني ملي كتجي الشباكيه في المنظر ما تجيناش وحده صغيره وحده كبيره، يعني تجيونا كيف. صافي كنحسب هنايا 5، 1 2 3 4 5 ديال بالجراره وكنقطعهم. وبالنسبه للتشكيله ديالها نتوما كتشوفوا الطريقه سهله، تلاحظوا معايا كيفاش كنعملها. كنقلب النصف الاول على النصف الثاني، كيبقاو لي دوك جوج اشرطه كنديرهم على النصف الاخر، كنطيف هاد الجنابات هادو مع بعضياتهم وكنزيد نعاود نتكى عليهم، ومن بعد كنهز الشباكيه كنقلبوها على الشكل اخر. هانتوما كتشوفوا يعني الشكل ساهل، يعني ما فيش شي تعقيدات. كنجبدوها شويه بحال اللي كنرخفوها، كيبقى لنا هذوك الجنابات هذوك. من الاحسن انا ما كيعجبونيش طوالين بزاف، نحيدوهم بواحد المقص ولا بواحد الموس، وما نحيدوهمش بزاف برك الا حيدناهم بزاف من بعد في المقله غادي يتفسخوا لنا. هذا هو الشكل ديالها، شكل زويون كما كتلاحظوا معايا. نعاود معكم وحده اخرى. خص يكون عندنا 6 الاشرطه، يعني 1 2 3 4 5 6 كتقطع، يعني 6 الاشرطه خصهم يكونوا معنا. نعاود معكم كنديروا الاول على الثاني، من بعد كنزيدوا نقلبوها على الجنب الاخر، كنطيفوا هذاك الجناب ديال اليمين مع ديال اليسار،
كنديرو هيداك عاوتاني كنزيدو نتكيو عليها مرة اخرى باش ما تفسخناش في المقله، حتى الا تفسختنا صافي راه كتفرتتنا. كنعمل يدي في ديك بلاصه، من بعد كنقلبوها. يعني الشكل يعني ما فيهش شي صعوبه، يعني ساهل واي واحد يقدر يديرو. ملي كنقلبوها كنرخفوها فحال شويه، واحد شويه، ومن بعد كنقطعوها بواحد المقاس. كما كنعاود لكم ما تقطعوهاش بزاف بالجنابات، حيت الا تقطعت بزاف راه غادي تفسخ لكم في المقله. وهذا الشكل النهائي ديالها كما كتشوفوا مزيون وحليلو. صافي مره اخرى غادي نعاود معكم وحده بالزربه. يعني الشكل ساهل لاي واحد يقدر يديرو، يعني ما فيهش شي صعوبات. كاين بعض الناس كيقول لك انا كنعيا من هذيك وما كيخرج معايا الشكل. الا تبعتوا هاد الطريقه هذه ثقوا بيا راه غادي تخرج لكم كما كتخرجنا حنايا. وما كديش الوقت بزاف هاد التشكيله، صراحه تشكيله سهله. صافي من بعد ما سالت التشكيله ديالي كامله نتوما كتشوفوا معايا كنخليوها واحد الساعه ترتاح على الاقل، باش الشباكيه كتشبر في راسها، ما كتبقاش مرخوفه كما كتشوفوا معايا. حيت الا صغبتوها وديك الساعه درتوها كتكون الشباكيه باقي ناقصه حد شويه، يعني كتكون خصها تشد في راسها. هانتوما كتشوفوا معايا. صافي هنايا غادي ندوز للقلي. يعني التزويقه كتجي كما كتشوفوا معايا، كتجي غزاله وما كتجي معوطه، كل وحده قد اختها، يعني كتجي رائعه. وهنا كما كتشوفوا عندي العسل، ودرت له واحد ملعقه كبيره ديال الكليكوز. هاد الكليكوز هذا كيخلي ديك العسل يعني ما تهبطش من الشباكيه، واخا كتبقى مده طويله يعني كتبقى لنا معسله. هنا عندي واحد المقله كبيره عامره بالزيت، من الاحسن تكون عامره على نار مجهده حتى كتسخن الزيت. من بعد ما كتسخن الزيت كنديروها على نار معتدله، وكنبقاو نديرو الشباكيه ديالنا. من الاحسن طيب على نار معتدله، حيت الا طابت على نار مجهده ما غاديش تطيبكم الشباكيه ديالكم من داخل. يعني من الاحسن النار معتدله. صافي كنبقى ماشيه حتى كنعمر المقله، ومباشره بعد ما كتحمر من التحت كنقلب على الشكل الاخر، وانا ماشيه معاها يعني حتى كتوجدنا. صراحه كتجي فيها واحد الهشه وواحد التعليكه. الا درتو هاد الطريقه هادي ثقوا بيا بانكم غادي تبقاو ديروها دائما. كنبقى ماشيه وكتكون عندي العسل جانبا. من بعد سخنتها واحد شويه، مع كانت عندي ثقيله بزاف سخنتها غير واحد شويه على ما دفات كتطلق راسها ديك العسل. وكنبقى ندير الشباكيه ديالنا. والعسل من الاحسن تكون ثقيله، ما تكونش شي عسل خفيفه باش تشدكم في الشباكيه ديالكم. هانتوما كتشوفوا معايا كنبقى ندير وحده بوحده. يعني كما كتشوفوا معايا ان واخا كنتسكي عليها من الفوق ما كتفرتتناش الشباكيه ديالنا. كنبقى ماشيه بنفس الطريقه حتى كنكمل الشباكيه ديالي كامله. كنخليها واحد المده في العسل على ما تشرب ديك العسل. ومن الاحسن ملي تجيو يعني تحيدوها من المقله تستقطروا داك الزيت مزيان باش ما تعمرناش العسل ديالنا بالزيت، برك الا عمر العسل ديالنا بالزيت ما غاديش يتشبر العسل في الشباكيه ديالنا. بالنسبه للطياب يعني حتى كتشوفوها خدات الكولور ديالها، يعني حتى كتحمرنا مزيان وكنحيدوها. يعني انا ماشيه معكم خطوه خطوه حتى نساليو الشباكيه ديالنا كامله. صافي كندير هادي على ما كتوجد لي الشباكيه عاوتاني وحده اخرى. كنحيد هادي من العسل وكندير الاخرى اللي عندنا في المقله. يعني انا ماشيه حتى كنسالي كلشي. صافي كندير قليه وحده اخرى معكم. الزيت سخونه كتكون نار مجهده. ملي كنطيبوها على نار معتدله صافي انا ماشيه معكم هيدا. كما شفتوا كتكون عندي واحد الشبكه من تحت شي طبسيل باش كتستقطرنا ديك العسل جانبا. كنخليها واحد المده على ما كتوجدنا الاخرى. كنحيدو الشباكيه ديالنا وحنا ماشيين مستمرين حتى كنساليو كلشي. صافي شوفوا معايا الشكل النهائي.
كما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي. كتجي مجعبه وديك الشعيبات كيجيو عامرين بالعسل، صراحه كتجي معلكه وكتجي كتذوب في الفم. ثقوا بيا الا جربتوا هاد الطريقه ديالي غادي تعجبكم بزاف البنات. هانتوما كتشوفوا الشكل ديالها، كتجي معسله من داخل، كتجي بواحد القوام ولا اروع. وكما كتعرفوا على الشباكيه يعني راه واخا كتبقى مده طويله، يعني ما كيوقع لها حتى شي حاجه، كتقدر توصل حتى 3 شهور 4 شهور وكتبقى يعني مزيانه. بالنسبه للناس اللي كتحتفظ فيها بالمجمد صراحه حتى هي كتبقى مزيانه. هانتوما كتشوفوا معايا كيفاش كتجي معسله من داخل وكيفاش كتجي هشيشه، كتجي رائعه بمعنى الكلمه. كيجي ديك الشكل ديالها مزيون معوض. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وعن جد كتستحق التجربه هاد الشباكيه هادي. صافي مشاهدينا، الى هنا كنقول لكم شكرا على المتابعه ديالكم وشكرا على الدعم، والى فيديو قادم ان شاء الله.